المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ملامح تاريخية. مستمعينا الكرام، في فلسطين العديد والعديد من الأماكن التاريخية الجميلة والرائعة، والتي توضح مدى تجذر الأرض الفلسطينية وتدل على عمقها التاريخي، كما وتوحي بأصالة هذه الأرض، وأيضا تثبت هويتها العربية والإسلامية، وتؤكد أنه ليس فيها دليل واحد يثبت أن لليهود أي حق فيها. موعدنا في هذه الحلقة مع معلم جميل هو الوحيد من نوعه في قطاع غزة، كما ويشكل تحفة فنية بارزة. ولكن قبل أن نتعرف على هذا المعلم، تعالوا نستطلع معلومات الشارع عن هذا المعلم. شو بتعرف عن قصر الباشا؟ قصر الباشا يوجد في حي الدرج بغزة. طبعا قصر الباشا يقال عنه أو سمي قبل هيك أنه بقلعة نابليون. طبعا باعتقادي هذه تسمية خاطئة، لأنه نابليون فقط مر من خلالها أو من هذا القصر، لكن التسمية الصحيحة هي باعتقادي أنه سمي أو استخدم كمبنى لإدارة مدرسة ريال أخت الملك فاروق. بعد ذلك سمي باسم الزهراء تيمنا بفاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قصر الباشا يعني هو من أحد المعالم الكبيرة والعريقة في قطاع غزة، ومن المعالم الإسلامية يعني القديمة والسابقة والثابتة على أرض قطاع غزة للفلسطينيين أجمعين. طبعا هذا المعلم يعني من ملامحه، يعني تعرف أنه من المعالم الأثرية الكبيرة الجميلة أيضا. يعني هو نرى الجميع أنه من المعالم الأثرية، والجميع يذهب لزيارته لجمال هذا المكان. كان قصر يجلس فيه حاكم غزة العثماني، ولما اجى نابليون اتخذوا مقر له سنة 1899 على بلاد الشام، وعشان هيك الناس بتسميه يعني قصر نابليون أو قلعة نابليون أو حاجة زي هيك، يعني خطأ يعني، بس هو يعني مقر الحاكم العثماني اللي في غزة زمان. يعني قصر الباشا هو معلم أثري حضاري موجود في قطاع غزة، الناس بتذهب له وبتزوره حتى تتعرف على حضارتها. موجود فيه العديد من القطع الأثرية اللي بتعرفنا عن حضارتنا الفلسطينية، وبتبين على إنه هذه الأرض هي إلنا، وإنه الاحتلال قام باغتصابها وسلبها، وهو دليل على الوجود الفلسطيني في هذه الأرض منذ قديم الأزل. قصر الباشا معروف بشكل عام لدى المواطنين، يعني أنه هو موجود في حي الدرج، من أهم المعالم الأثرية، أو أعتقد أنها هي الوحيدة التي بقت يعني تدل على تراث فلسطين، تراث القدماء الموجودين في فلسطين. ممكن كان له نشاطات، أنه كان في رحلات سياحية، حتى المدارس كانت تأخذنا وإحنا صغار يعني كرحلات سياحية عليه للتعرف على الآثار. عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد أن استطلعنا آراء المواطنين في الشارع الفلسطيني بشأن معلوماتهم عن هذا القصر. وللحديث أكثر ولنتعرف بشكل مفصل عن هذا المعلم الجميل، يسعدني أن أرحب بالمؤرخ الفلسطيني الدكتور غسان وشاح، رئيس قسم التاريخ والآثار في الجامعة الإسلامية. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. دكتور غسان، مثل هذه المعالم لها تاريخ وأصالة، يعني هل تحدثنا بداية عن أصل هذا القصر؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني في البداية يعني أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعتكم المباركة لاهتمامها بمثل هذه الموضوعات التي تمثل يعني غاية في الأهمية في قضية الشعب الفلسطيني. فهذا الموضوع وهذه الحلقات التي تناقش المعالم الأثرية هي تختم جوهر القضية الفلسطينية، لأن جزء من صراعنا مع الاحتلال الصهيوني هو صراع على الأرض، صراع على الوجود. لذلك هم يحاولوا أن يعبرنوا كل شيء، هم يحاولوا أن يهودوا كل شيء، ونحن نتمسك بأرضنا وبحقنا وبجذورنا. لذلك أنا أقول أن في ظرف وفي حيثيات مثل حيثيات الشعب الفلسطيني، ولأن الجغرافيا الفلسطينية مسلوبة،
هنا تتضاعف مسؤولية التاريخ، مسؤولية الآثار، مسؤولية مثل هذه البرامج، لأن التاريخ هو الشاهد الوحيد على وجودنا، على حضارتنا، على بقائنا، على ملكيتنا لهذه الأرض، وكأنه يمثل الكشان وشهادة الميلاد للشعب الفلسطيني. قصر الباشا، هذا القصر هو يعني كما تفضلتم هو غاية في الروعة، هي قطعة فنية معمارية تمثل نموذج للقصور الإسلامية، نموذج للنظام الإسلامي المعماري للقصور، لذلك هو القصر الوحيد في قطاع غزة. هناك يعني قطع أثرية كثيرة ومناطق أثرية كثيرة، ولكنها ليست قصور. هناك مساجد، هناك قلاع، لكن هناك هل من دليل على أن هذا هو القصر الوحيد في قطاع غزة؟ نعم، ما هو؟ لا يوجد. يعني أنا يعني لي دراية واسعة بالأماكن الأثرية، وأنا زرت كل الأماكن الأثرية في قطاع غزة. يعني قد يكون هناك قصور قد تهدمت بفعل الزمن. ممكن، هذا ممكن، لكن هو الشاهد الوحيد الباقي، هو الباقي الآن كما هو لم يتهدم. على أي حال يعني دعني أعرف المستمعين بهذا القصر وبأهمية هذا القصر. هذا القصر يوجد في قلب مدينة غزة القديمة، يوجد في قلب حي الدرج، وحي الدرج بالمناسبة هو أقدم أحياء مدينة غزة على الإطلاق. هذا القصر يوجد في أكبر شوارع غزة وهو شارع الوحدة. لو نظرت إلى قصر الباشا ستجد أن قصر الباشا وسوق القيسارية المسمى بسوق الذهب، والمسجد العمري الكبير، وستجد كل المناطق الأثرية والمواقع الأثرية موجودة في دائرة واحدة، في مستطيل واحد. هذا المستطيل في قلب مدينة غزة هو أصل مدينة غزة، لذلك نقول أن يعني حي الدرج هو أقدم أحياء مدينة غزة. الآن أنا يعني أريد أن أنوه للأعزاء المستمعين. نعم. كثير من الناس يعتقد أن مدينة غزة هي مدينة حديثة الولادة. أنا أقول أن مدينة غزة، وهذا بعد يعني البحث والتنقيب والعمل الجاد في علم الآثار وعلم التاريخ، مدينة غزة هي من أقدم المدن التاريخية على وجه الأرض، هي من أقدم البقع التي سكنها البشر. منذ متى بالتحديد؟ مدينة غزة جيلها من جيل مدينة القدس، عمرها من عمر مدينة القدس والخليل وأريحة والخضيرة وتل الربيع ورفح كذلك أيضا، فهي مدينة قديمة جدا. هذه المدينة الآن تقريبا عمرها يتجاوز 7000 عام. هذه المدينة، عندما تتحدث عن مدينة غزة أنت تتحدث عن التاريخ، أنت تتحدث عن الحضارة، تتحدث عن البسالة، عن البطولة، عن الفدائية منذ فجر التاريخ. لكن دعنا نعود إلى قصر الباشا. نعم. لماذا سمي بقصر الباشا؟ هذا القصر يعود في بنائه وتشييده إلى عصر الدولة المملوكية، والدولة المملوكية هي دولة إسلامية كان مقرها مصر، ثم زحفت إلى بلاد الشام والحجاز والنوبة أي السودان، يعني أصبحت دولة إسلامية إمبراطورية. هذه الدولة امتد عمرها من 1250 إلى 1517 ميلادي. هذا القصر يعود تشييده إلى عصر ثاني ملوك هذه الدولة أو سلاطين هذه الدولة، وهو الظاهر بيبرس الذي حكم من 1260 إلى 1277 تقريبا 17 عام. في هذا الظاهر بيبرس كان له يعني كثيرا ما يتردد على مدينة غزة، فقام بتشييد هذا القصر ليكون مقرا له في نيابة غزة، ونيابة غزة كانت تمثل في دولة المماليك من عسقلان إلى أم الرشراش، وكانت تضم أجزاء من السبع، فكانت نيابة كبيرة جدا. لذلك سمي يعني في البداية هو له عدة أسماء، يعني قصر النائب كان في عصر المماليك، ثم بعد قليل أصبح يسمى قصر الباشا. في العهد العثماني الذي تلا عهد المماليك، يعني معروف تاريخيا أن الدولة المملوكية في عام 1517 انهارت. صحيح. وقامت على أنقاضها الدولة العثمانية الإسلامية. ففي الدولة العثمانية أصبح هذا القصر قصرا لنائب ولحاكم غزة، فكان يسمى قصر الباشا.
نعم، ولكن قصر الباشا، وسمي في فترة معينة قصر آل رضوان، لأن آل رضوان نعم. موجود آل رضوان الآن في الشيخ رضوان، موجود هذه العائلة. صحيح. آل رضوان هؤلاء حكموا مدينة غزة من 1530 ميلادي إلى 1680 تقريبا، لذلك سمي قصر آل رضوان. هل تعلم أن هذا القصر أيام حملة نابليون، الحملة الفرنسية 1799، عندما وصل نابليون، خرج نابليون من مصر متجها إلى بلاد الشام، يريد احتلال بلاد الشام ويريد احتلال عكا، ومكث في غزة 3 أيام. اتخذ من قصر الباشا هو مقرا لقواته، وكان منطقة وادي غزة والشيخ عجلين هي مقر للقوات العسكرية، وهذا القصر مقر لإقامة نابليون نفسه. هناك الكثير من الناس يقولون عنه بأنه قلعة نابليون، ظنا منهم بأنه هو الذي بناه. أحسن. لكن ما هي أو ما مدى صحة هذه المعلومات؟ هو نوع من التهوية، يعني من التنصير وسرقة الآثار. يعني نابليون عندما استقر فيه 3 أيام فقط، لأنه بالطبع هو المحتل، كل شيء بيد المحتل، فأطلق عليه قصر نابليون، لأنه يعني مكث فيه 3 أيام فقط. لكن بعد أن طردت الحملة الفرنسية، هذا باطل طبعا، التسمية هي باطلة. وبالمناسبة نحن نتحدث عن غزة وآثار غزة، أنا أريد أن يعني أقول للمستمعين الكرام، خذوا لكم هذه المعلومة، يعني أستطيع أن أقول على الماشي إنجاز التعبير. تفضل. نابليون بالمناسبة عندما أراد خرج من مصر ووصل إلى مدينة غزة، أهل غزة حاولوا اغتيال نابليون في منطقة رفح، لولا تدارك جنوده في اللحظات الأخيرة حاولوا اغتيال نابليون. وكذلك نقول أن فلسطين ومدينة عكا هي اللي هزمت نابليون. صحيح. هذا معروف. وبالمناسبة نابليون هو أول من أعطى اليهود الصهاينة يعني إنجاز التعبير وعدا كوعد بلفور، على غرار وعد بلفور، لأنه نادى في فلسطين وهو في فلسطين، أراد أن يستجلب تأييد الصهاينة له، فنادى في الصهاينة في الأرض، قال يا ورثة الأرض الشرعيين للصهاينة. هو نوع من سرقة الأرض. يعني نابليون سبق بلفور في هذه القضية. نعم، ولكن مكان قصر الباشا، هل تعتقد بأن هناك سبب معين جعلهم يبنون هذا القصر في هذا المكان، أم أنها مجرد صدفة؟ أنت لو تأملت المكان الموجود في قصر الباشا ستجد أنه يعتلي ربوة. نعم، مرتفع قليلا. صحيح. ربوة. هو يعتلي صهوة قطاع غزة، إنجاز التعبير. لذلك هو في مكان استراتيجي، هو مكان عسكري، هو مكان سياسي، هو مكان التقاء بلاد الشام مع مصر. هذه واحدة. 2، بالنسبة لمدينة غزة بالذات، هو في قلب مدينة غزة. ولو لاحظت معي أن قصر الباشا، كنيسة بيرفيريوس، ستجد المسجد العمري، سوق القيسارية سوق، وقصر حاكم سوق، وقصر للحكم، ومسجد للاجتماعات، فهي مكونات المدينة الإسلامية. فهو يعني أعد المكان، خطط له وأعد بإحكام، وهو مكان استراتيجي، مكان يعني تم انتقاؤه بعناية. لكن الأماكن التاريخية الموجودة في قطاع غزة، ماذا سيستفيد أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة بالتحديد عندما يتعرفوا على هذه الأماكن التي تتواجد في منطقتهم؟ أنت سألت سؤال يعني مهم جدا. هذا السؤال يعني يدعونا بقوة أن نتحدث عن أهمية دراسة التاريخ والآثار. يعني ربما الكثير يقول أنا ماله مال التاريخ يعني. نعم. شعب كالشعب الفلسطيني سلبت أرضه، وهو الآن يناضل من أجل إعادة هذا الحق المسلوب. هو أحوج الناس، أحوج الشعوب على وجه الأرض لدراسة التاريخ والعناية بالتاريخ. دعني أحدثك بهذه القصة السريعة. هناك عالم أمريكي كبير يدعى وارس. هذا العالم في عام 1962 ألف كتاب يسمى هذا الكتاب التاريخ أثره وفائدته. هذا العالم يقول
فحوى الكتاب. أنا أريد أن يعني أقول للإخوة المستمعين فحوى الكتاب. أهم ما جاء في الكتاب تقريبا 700 صفحة في عام 1962 يقول: إذا أرادت الأمة الأمريكية أن تتفرد بسيادة العالم فعليها أن تهتم بدراسة التاريخ في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات. 2 عليها أن تدفع بخيرة أبنائها والأذكياء منهم لدراسة التاريخ. 3 عليها أن تجعل من هؤلاء المتخصصين الأذكياء في التاريخ هم قادة المجتمع الأمريكي في جميع المجالات، في المجال الاقتصادي والاجتماعي والعسكري والسياسي، في كل المجالات. دعني أقول لك ليس صدفة أو اعتباطا الآن تجد أنت الرئيس بوش كان يحمل درجة الماجستير في تاريخ الحروب الصليبية، شارون ماجستير تاريخ حروب صليبية، كونداليزا رايس ماجستير تاريخ، أوباما نفسه درس القانون ثم درس التاريخ الآن، يدرس التاريخ الآن، عشرات وزراء أوروبا يدرسوا التاريخ. أنا قلت لك منذ بداية هذه الحلقة أن مسؤولية التاريخ الآن تتضاعف لأن الجغرافيا سلبت. التاريخ هو الحل الوحيد. الصهاينة عندما وصلوا إلى فلسطين يعني بالمناسبة دولة إسرائيل المحتلة أعلن قيامها في عام 1948. صحيح. هل تعلم أن في عام 1922 أي قبل هذا التاريخ ب26 عام الصهاينة الحركة الصهيونية قبل إقامة إسرائيل وإعلان قيامة إسرائيل هناك كان شيء أهم من قيام دولة إسرائيل هو إيش؟ أنشأوا لجنة تسمى لجنة الأسماء. هذه اللجنة لجنة الكذب والنصب والعبرنة والتحريف والتهويد. هذه اللجنة مسؤوليتها تحريف الأسماء وعبرنة وتزوير الأسماء الآثار الفلسطينية إلى يهودية. فأنا أعطيك إحصائية سريعة. هذه اللجنة في عام 1922 من 22 إلى عام 1948 استطاعت أن تهود وتغير تقريبا 220 اسم في فلسطين. من عام من عام 48 إلى 51 غيرت 520 اسم. في عام 51 اتخذ قرار من الحكومة الإسرائيلية باعتبارها عضو رسمي في الحكومة وهي تعمل لحتى الآن. من عام 51 إلى 53 غيرت 192 اسم. هذا كلام خطير. على سيرة التهويد، يعني هناك الكثير من الأماكن التاريخية في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي تواجد في مدينة غزة فترة طويلة وليست بالبسيطة، لكن لماذا لم يحاول أن يحرف أو يغير من معالم تاريخ قطاع غزة؟ بالعكس، الصهاينة أنا أعطيك أرقام. الصهاينة عندما كانوا يحتلوا قطاع غزة من 67 ل 2005 عندما طردوا في 2005 وخرجوا انسحبوا من الصهاينة على سبيل المثال في هناك مدينة أثرية جنوب مدينة غزة وجنوب غرب مخيم النصيرات تحديدا وهو في وسط قطاع غزة. أنا أتحدث الآن لإخواننا اللي في الضفة الذين لا يعرفوا، ليس لديهم دراية كبيرة في تفصيلة قطاع غزة. هذا الموقع الأثري الكبير، هذا الموقع عبارة عن تقريبا 30 دنم من الأرض. هذا الموقع في التسعينات إسرائيل استباحت هذا الموقع. كل آثار مدينة، أنا أقول لك مدينة أثرية، حتى دير القديس بيرفيريوس هذا الموقع يرجع إلى آلاف السنين. إسرائيل استباحت هذا الموقع وتركته نهبا للعملاء، تركته نهبا لتجار الآثار والسارقي الآثار. والآن معظم آثار بيرفيريوس، معظم آثار دير البلح، معظم آثار غزة، معظم آثار البلاخية، ميناء البلاخية في مخيم الشاطئ، معظم آثار غزة سرقت ونقلت إلى القدس في متحف هناك في القدس. الآن إسرائيل، هل تعلم أن في 2006 إسرائيل أعلنت أنها تقيم، الآن هي بصدد قيام أكبر مشروع تهويدي في تاريخ الكيان الصهيوني. هذا المشروع هو المجمع القومي للتراث. هذا المشروع قائم على 30 دنم، يكلف 100 مليون دولار. هذا المشروع 10 طوابق. هذا المشروع ستجمع إسرائيل كل الآثار التي زورها الصهاينة والتي سرقوها الصهاينة وتوضع في هذا المتحف الكبير. هذا المتحف الكبير في 2016 يستغرق البناء 10 سنوات، من 2006 ل 2016 سيتم افتتاحه. أنا أتوقع في 2016 الصهاينة سيقوموا بهدم المسجد الأقصى ويعرضوا كل الآثار التي سرقوها وعبرنوها وزوروها. تخيل أنت تدخل هذا المتحف الكبير الذي عبارة عن 10 طوابق و30 دنم من الأرض، ستجد يعني لوحة كبيرة مكتوب عليها تاريخ إسرائيل عبر العصور، تاريخ إسرائيل عبر العصور. نعم. هل تعلم، أعطيك معلومة سريعة فقط، آخر معلومة. هذه المعلومة، هل تعلم أن الصهاينة أنشأوا
يعني شيدوا جدران أسوار الجامعة العبرية في القدس وأسوار مستشفى هداسة في القدس، أكبر مستشفى وأكبر جامعة في إسرائيل، من أحجار المدن الكنعانية القديمة التي يعني عمرها 7000 عام. لماذا؟ لأنهم عندما يأتي علماء الآثار الغربيين ويتأملوا هذه الحجارة سيقولوا أن الشعب الصهيوني له آلاف السنين في هذه الأرض، هم أصحاب الأرض الشرعية. دعنا نعود إلى قصر الباشا. هناك العديد من الزخارف والرسومات على هذا القصر. نعم. هذه الزخارف والرسومات على ماذا تدل؟ شوف، قصر الباشا لا توجد أي لوحة أي نقش يحدد لنا تاريخ تشييد هذا القصر، لكن كمؤرخين وخبراء في الآثار نحن حددنا تاريخ هذا القصر من ماذا؟ أعود لسؤالك. على بوابة القصر مباشرة من الداخل ستجد هناك رنك يعني شعار أسدين متقابلين. نعم. وبينهما منقوش لفظ الجلالة الله عز وجل. شوف كيف؟ فهذا الشعار كان شعار دولة المماليك. واتخذه الظاهر بيبرس، هو ثاني سلاطين دولة المماليك، شعارا لدولته، ويرمز يرمز الأسدين. الأسد الأول هو الاحتلال الصليبي، الخطر الصليبي. الأسد الثاني هو الخطر المغولي، أي أن دولة المماليك تغلبت وانتصرت على الخطر المغولي والخطر الصليبي، وهو شعار لها. هذه الشعارات. قصر الباشا يتكون، لو دخلنا قصر الباشا ستجد أنه يتكون من قطعتين معماريتين. نعم، جزئين منفصلين. صحيح. جزئين، جزء أساسي وجزء ملحق. الجزء الشمالي هو الجزء الأساسي، عبارة عن طابقين، وهو مقر الحاكم نيابة مدينة غزة، مقر الحاكم لمدينة غزة. في الطابق الأرضي، في الطابق العلوي، هي غرفة كبيرة للحاكم ونوافذ كبيرة يستطيع أن يطلع. وعلى الأسطح من الأعلى لا يوجد سور، ولكن يوجد أشياء أعدت بعناية للمقاومة في لحظة مهاجمة من الأعداء. لو هوجم هذا القصر من الأعداء يستطيع الحرس من فوق الأسوار أن يدافعوا. الطابق الأرضي هو قاعات الاجتماعات، ويوجد فيه سجنين، سجن للنساء وسجن للرجال. سجن الرجال تقريبا من 6 متر في 5 متر، وسجن النساء 4 متر في 2 متر. الجزء الجنوبي الملحق هو جزء آخر. بالمناسبة قصر الباشا هناك درج سلم من مصنوع من الصخور يصعد إلى القصر. نعم. الآن تحول القصر إلى متحف. نعم. لماذا تحول إلى متحف؟ عادة الشعوب، يعني أتمنى في غضون دقيقتين لأن الوقت تدركنا. عادة الشعوب المتحضرة التي تحب الحياة والتي تأمل بحياة مستقرة، حياة متحضرة، تصنع من الأماكن الأثرية متاحف. هذا فكر حضاري. فأهل غزة صنعوا من هذا المكان متحفا، وجمعوا فيه الآن فيه عدة قاعات، وكل قاعة تحمل اسم مدينة فلسطينية، قاعة عكا، قاعة حيفا، قاعة يافا، قاعة غزة، وهكذا تحمل، وكل قاعة متخصصة في شيء، تعرض شيء. فلذلك نحن نعتز في هذا المكان، نحن نحمي هذا المكان، نحافظ عليه، نعتني به، نقول للعالم أن الشعب الفلسطيني هو شعب متحضر، شعب غزة هو شعب يطمح لحياة مستقرة، يطمح لفك الحصار، يحب الحياة. بالمناسبة أهل غزة وشعب غزة أكثر شعوب الأرض نسبة في التعليم. نسبة التعليم في شعب غزة أعلى شعوب. أنا يعني أريد أن أقول لك يعني مثلا الوطن العربي بأكمله، نسبة الأمية في الوطن العربي أكثر من 45%، نسبة الأمية في غزة 2 في 1000. نعم. لكن قبل أن نختم هذه الحلقة دكتور غسان، دعنا نستمع إلى هذا التقرير عن قصر الباشا، ونستمع الآن إلى التقرير. تعد مدينة غزة من أقدم المدن التاريخية والأثرية في العالم، حيث تذخر بتراث تاريخي وأثري عريق يعود إلى آلاف السنين منذ نشأتها سنة 3000 قبل الميلاد، يعبر عن حضارة عميقة وجذور ضاربة القدم في التاريخ، فقد سكنها الكنعانيون الذين أنشأوها وعمروها. وقد تركت الحضارة الإسلامية إرثا حضاريا ونماذج معمارية متنوعة غاية في الإتقان والروعة، وتعد القصور من أهم أشكال العمارة الإسلامية لما تحويه من أساليب معمارية وفنية، كونها سجلا يؤرخ أطوار العمارة الإسلامية في فلسطين.
وقصر الباشا يعد النموذج الوحيد المتبقي للقصور في غزة، ويمثل في تصميمه ومحتواه المعماري فلسفة وطابع العمارة الإسلامية، وهو يقع في حي الدرج بالجهة الشرقية من البلدة القديمة فيها، وهذا الحي يعد من أغنى أحيائها بالمباني التاريخية التي تبرز عراقة تاريخ غزة على مر العصور. ولا توجد لوحة تأسيسية تؤرخ لبناء هذا المبنى، ويقال إن بناءه يعود للعمارة الإسلامية المملوكية، ودل على ذلك وجود شعار الأسد على المدخل الرئيسي للقصر، وهو عبارة عن أسدين متقابلين اتخذا للدلالة على انتصار المسلمين على الخطرين المغولي والصليبي. وقد سمي قصر الباشا بالعديد من التسميات التي عرف بها خلال مراحل تاريخية مختلفة مرت بها مدينة غزة، فقد أطلق عليه خلال العصر المملوكي لقب مقر نيابة غزة، وهو لقب الذي كان يطلق على حكام الولايات خلال ذلك العصر. أما في العصر العثماني فقد أطلق عليه قصر الباشا ودار السعادة وقصر آل رضوان، نسبة إلى أسرة آل رضوان الغزية التي حكمت غزة خلال العصر العثماني بين عام 1556 وعام 1690 ميلادية. وقد تعرض قصر الباشا للاحتلال من قبل الحملة الفرنسية لبضعة أيام أثناء اندحارها مهزومة من مدينة عكا، وكان ذلك عام 1799 ميلادية، لذلك أطلق عليه العامة تسمية خاطئة باسم قلعة نابليون. ثم استمر القصر يؤدي وظيفته كمقر لوالي غزة خلال العصر العثماني حتى مجيء الاحتلال البريطاني لفلسطين سنة 1918 ميلادية، حيث تحول القصر إلى مركز لشرطة الاحتلال البريطاني وسمي بالديبويا. وأثناء حكم الإدارة المصرية لغزة بين عامي 1948 وعام 1967 ميلادية استخدم كمبنى لإدارة مدرسة الأميرة فريال وهي أخت الملك فاروق. وبعد انتهاء ثورة 23 تموز يوليو 1952 ميلادية تغير اسم المدرسة إلى مدرسة الزهراء الثانوية للبنات، تيمنا باسم فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك آل إلى وزارة السياحة والآثار التي قامت بترميمه وتوظيفه كمتحف أثري يعرض آثار غزة منذ أقدم العصور، وكان ذلك سنة 2010 ميلادية. عدنا إليك دكتور غسان، يعني لو كلمة أخيرة تريد أن توجهها. أنا يعني في البداية أنا أبارك لأبنائنا أبناء الثانوية العامة بنجاحهم، وأدعو أبناء الثانوية العامة في غزة وكل مدن فلسطين للتوجه والاندفاع نحو دراسة التاريخ، فنحن أبناء الشعب الفلسطيني أكثر الشعوب حاجة لدراسة التاريخ لكي نخدم قضيتنا وندافع عن أرضنا، ونستطيع أن نثبت أن هذه الأرض هي عربية الولادة إسلامية النشأة والهوية والحضارة. الدكتور غسان وشاح المؤرخ الفلسطيني ورئيس قسم التاريخ والآثار بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة والتي جعلتنا نتمسك أكثر بهويتنا وتاريخنا. بهذا مستمعينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملامح تاريخية. حتى ذلك الحين تقبلوا خالص ورقة تحياتي محمد بكرون، والسلام عليكم ورحمة الله.